بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، نحييكم ونجدد بكم التحية مرة أخرى في هذا المساء وفي هذه الانطلاقات المميزة وانطلاقات الإبداع والإمتاع وسن الإجداع. وصلنا بحضراتكم لانطلاقة شوط القعدان الإجداع، الشوط الرابع، شوط ما قبل الختام، انطلاقة الشوط الرابع الذي خصص لانطلاقة القعدان الإجداع. 5 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لهذه الأسماء والشعارات. نتقدم وإياكم مباشرة إلى مقدمة الشوط والمركز الأول. هنا لاضي يتقدم بشعار الشريف، هنا عزام بن ناصر بن رضا آل زيد الشريف يقدم لنا هذا البطل، يدفع لنا بلاضي على المركز الأول. لكن التسلل في هذه اللحظات من شعار صلاح بن محمد بن حمود العديني يقدم لنا شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث وصول في هذه اللحظات من همام عواض بن مزيد بن بركان الشلوي الحارثي على المركز الثالث. المركز الرابع وصول في هذه اللحظات وقدوم من شعار أحمد بن تراحيب بن عبيد الشريف يقدم لنا سياف على المركز الرابع. المركز الخامس قدوم في هذه اللحظات من شعار وهبو بن محمد بن علي بن أحمد بن وهبو يقدم لنا سياف أيضا على المركز الخامس. المركز السادس وصل مبلش بشعار سفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف يقدم لنا مبلش. مرحبا يا ابو عقاب، يقدم لنا هذا الاسم. يا تبلشهم يا يبلشونك يا مالك مبلش. ينطلق على المركز السادس. سابعا من يصل وصول من شعار يوسف بن كرار بن موسى بن محمد مع غيث على المركز السابع. ثامن الأسماء من يتقدم يصل النيل بشعاره الأسود المرصع بلون الذهب. يصل زياد بن حسن بن سعد القرشي. مرحبا بهذا الشعار التاريخي، مرحبا بهذا الشعار الأسود. يتقدم أحد أبطال ميدان الطايف، يتقدم على المركز السابع أو الثامن. المركز التاسع وصول من شعار عيد بن عطل بن عوده الجهني مع عز الجيش. المركز العاشر وصل في هذه اللحظات شعار محمد بن علوش بن راجس الدوسري على المركز العاشر. لنا عودة متابعينا الكرام إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول. الله يا لاضي، الله يا لاضي، هذا اللي حاضي على الانتصارات، حاضر في جميع المهرجانات. مرحبا بهذا البطل، هنا صاحب نقاط عديدة وإنجازات مديدة، صاحب نقطة هناك في مهرجان المؤسس في ميدان الصياهد، وأيضا صاحب نقطة وآخر إنجاز في مهرجان خادم الحرمين الشريفين في درة الميادين ميدان الجنادرية. يقدم لنا شعاره عزام بن ناصر بن رضا آل زيد الشريف. مرحبا يا ابو العزايم، هذا الرجل الذي يأتي بكل عزائم، الذي يأتي بكل قوة ويقدم لنا الأسماء الكثيرة والأسماء العديدة والنوعيات الفريدة. يحضر على المركز الأول بلاضي. المركز الثاني وصول من النيل زياد بن حسن بن سعد القرشي. نداؤنا الثاني لهذا البطل هنالك من المركز السابع مباشرة، يتسلل من مركز إلى مركز، إلى المركز الثاني، إلى مركز الوصافة. المركز الثالث
وصل همام بشعار الشلوي بكل عزم وهمة، وبشعار عواض بن مجيد بن بريكان الشلوي الحارثي أيضا. هذا الشعار خطير، هذا الشعار خطير، شعار أزرق بلون السماء والأبحار والبحار، يتقدم بانتصاراته، يقدم لنا ويدفع لنا همام المركز الرابع، يتقدم الجهني، وأيضا شعار الشريف والدوسري أيضا يتسلل، وسفر بن عقاب، وأيضا شعار في هذه اللحظات الجهنية مع زيجار عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الجهنية، وأيضا الحليفي يتحرك هنا صالح بن عوض بن عفان الحليفي يقدم لنا شعاره على المركز الخامس. وين الموقع يا اخوان؟ اقبلنا على الكيلو متر الاخير، الكيلو الخطير. يا مالك النيل، يا مالك النيل، زياد بن حاسن بن سعد القرشي ينطلق ويزيد من سرعته، ينطلق ويزيد من اصراره من اجل النوماس والانتصار، ولكن لاضي يعود وعزام بن ناصر بالرضا الزيد الشريف والجهني خطير. عيد بن عطله بن عوده الجهني مع عز الجيش وزيجار استر يا ستار من هذا الاسم الخطير، اسم مميز يحضر بشعاره المميز. هنا يتقدم عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الجهنية. ما منا سلامة هذا الشعار الشريف أيضا والحليفية. من هو سعيد الحظ بالانتصار بالجائزة النقدية الثمينة. هنالك جائزة ثمينة نقدية رصدت لصاحب المركز الأول، ولكن الجهنية يتقدم عيد بن عطله بن عود المرواني. الجهنية يتحرك الجهنية والحليفية مع متعب حضر ليتعب الجميع. يا مالك عز الجيش حذاري من هذا الاسم. صالح بن عوض بن عفان الحليفية. من هو سعيد الحظ بالفوز والانتصار، ولكن عز الجيش عيد بن عطله هو السعيد بالفوز والانتصار. عيد بن عطله بن عودة المرواني الجهني من قدم لنا عز الجيش تهانينا والنماس. متعب على المركز الثاني صالح بن عوض بن عفان الحليفي المركز الثالث. مساعد بن مسعود العدواني على المركز الثالث. المركز الرابع عزام بن ناصر الشريف المركز الخامس. من وصل شعار عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الجهني يصل على المركز الخامس. متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والنوماس لمالكي عز الجيش عيد بن عطله بن عودة المرواني الجهني. 7 دقائق 59 و36 جزءا من الثانية توقيت.